أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري سحاب قال لي هذا أيان سيردي سهل كان كجلنا جند بن جناد أيان لي مقعد ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر ما أقلت الغبراء أرضا ميتا حنبار الغبراء وأرضها أرضا ميتا حنبار ولا أضلت الخضراء ثمنا ميتا هرين من رجل أصدق كرم بدن من أبي ذر أبي ذر وح كرم بدن ثمنا ميتا هرين قلنا يعني أرضنا ميتا حنبار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أياه يروي في وادي ودانا الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار في وادي ودان وادي ودان ليلاد الذي يصل مكة مكون لحد إلى أدوي هذا بالعالم الخارجي كانت وحيها تنزل قبيلة غفار قبيلة غفار ليلاد غفار وأبو ذر الغفاري كذا شيء هل كان سيدقي جرين وكانت غفار وحيها تعيش متكون ولاة من ذلك النذر اليسير من ذلك النذر السيغات اليسير أير وحاس يربى يكون وليد الذي سيغاته تبدله أيسين أدي بيت الله أيد القوافل سفرك التي يعني قوافساته تسعى فعنيس بتجارة قريش يعني تجارة دي ذاهبة حالة إلى بلاد الشام أو آبية منها لا أساس إحدى أهي دقيهينو سفرك قريش هذا الشام أصعد أما كإيمان يا كلب وحسين يوم waxaas yar safarka ay ka helayaan unbay ba ku noolahay noloshoodu bacdiin way haydo ay marhaban warubama aasad inay noolaataa laga yaaba min qad'i tariiq hadii wixii la siinay ay ku kulli ma waa inay safarka jidgooyo ku sameeyaan oo dhacaan oo qiyaabo min qad'i tariiqi wa ala hadhihi alqawafil idha hiya lam tu'diha ma yurdiha wax ayaga raali galiyo oo ku filnaan waay hadii siin waayaan safarku way dhacayaan markaas ay dhaxdii way degan yihiin marka dad noloshooduba sidaa tahay bay ahaayeen nolol fiican may tahay وكان وحو هذا جند بن جنادة جند بن جنادة وحوها وأبو ذر الغفاري المكنى لو كليين بأبي ذر واحدا بكملها ومن أبناء هذه القبيلة قبيلة ويلشهد كملها لكنه أصبه كان وحوها يعني يمتاز متكدوا منهم أيها بجرأة القلب جيس النماء وقلب أضيق وقبو قلب يسوء أذقياه هي والرجاحة العقل عقل أوين هي وبعد النظر فكر دار بوانين فكرة له هايو يعني كوانا كلام هاين يعني وكدنا نك فكر أيها هاي أو فكر دار وبأنه كان وحوها يضيق مد يعني لبك قبو عريري لتايو لابتي سيتكوك وين أشد الضيق عريري مد أودرا بهذه الأوثان التي تاسو يعبدها قوم كيسو يعبدها من دون الله وحو لقيب اسكن عباسو أصنامتا لعابده يا إلهي زيدك يا قوم كيسو يعابده يا أبو أصو نعبا وليه وحن يعني وحل عابده معه سيدات يعني عقل كيسي سليم كاها هي فكر كيسي وناكتن بها مركا أجيدي ويستكبر يعني وككبر رجليه ويستنكره إنكريه ما وجد عليه العرب عرب وحوكها لي ومن فساد الدين عربت يعني الدين لآن تهدئ وحا يكون رقميانا آدبو إنكريه وانعباو iyo watafahat ay mu'taqad way mu'taqad keeda yani i'tiqad keeda xun ee hooseeyo oo dhagaxyaha iyo waxa ay caabudayaan iyo yani diin la'aanta ay ku dhaqmayaan ayuu aad u nacayo oo inkiri jiray wayatadallacu wuxuu aad u yani uu markasta uu yani koranayo oo sugayay ilaa dhuhuri nabiyin nabi yani soo daahiridiisa jadiidin oo cusub nabigaas oo yamla'u calnaasi dadka yani u buuxiya aqoolahum aqligoodii u kamilo وأفئدتهم قلوب صادي وهو يخرجهم كثارا من الظلمات ظلم لأن يكون جيران يمجد إلى النور أصار سأم بسوق الجريم النبي إنه صباح أبا في عنان لها ذاتك وحن كثارا وحا يكون سويه دين معها وحا الوكل ثونان كلام معها تأسوا ثم تناهد وحا جارتي إلى أبي ذر وحا سوق جارتي والحال هو في بادية أسوى باديه سيتكجوب أخبار النبي الجديد نبي عصبة أخبارتي الذي ظهر في مكة صباح نبي عصبة مكة صباح يبقى الله شيء فقال لأخيه ولا الكيس بوحوئي لأنيس من ولا الكيس وأنيس الأورنجري انطلقتك لا أبا لك إلى مكة وكلمة عربت إسكي استعمال جبته وصرحهم باللغة جيدا انطلق لا أبا لك إلى مكة والأرضو يعني أبها هواي أرضو يعني بل أرضو مكاءات وقف على أخبار هذا الرجل من كان يعني أخبارتي سئيسو أبو
الذي ننكاسو يزعم شيئا أنه نبي إنه يه وأنه أتو يأتيه وحي الوحي إنه أغا إيمانيا من السماء واسمع دقيسو شيئا من قوله واحمله إلي إيسوقات آية مركا ورد يعني ورفي عنه يقفلا إيقاك يا نكا ذهب أنيس ووتقي إلى مكة مكو آله والتقى بالرسول الرسول كل من صلوات الله وسلامه عليه وسمع منه هذا الكيسيب دقيسي ثم عاد إلى البادية باديه بأنقضي فتلقاه أبو ذر بالكل مي في لهفة حال يعني في شوق أصبح أسجلا لهفة يعني وحوي وواحد سجلا أضايا وأرجع سو أخبارتي في سجلا وسأله ويدي عن أخبار النبي نبي أخبارتي في الجديد نبي عصبة أخبارتي سيبو يعني ويدي في سقف مع سقف أسوى أدقه لو سوى أو جعلوه فقال وحيري وأنيسي لقد رأيت وانركي والله بانقضات رجلا يدعو ويري يددك ويري إلى مكارم الأخلاق أخلاق ذو وناسن مددك فريا ويقول حقوق قولي كلاما هذا ما هو بسعر قبي أنا هين هذا المعان أن قبي أهين وفق قولي فقال له أبو ذر وحويري وماذا يقول الناس في دفن محيليهم فقال وحويري أنيس يقولون وحيليهم إنه ساحر وكاهن وشاعر تاتيليه ساحر وي كاهن وي ونفى اللوء شاعر وي وقبياء تاتيدتك ليه أنه لكن سان كواركي نكا هذا الكوكو هذا شعر ما هينو هذا الآن معامو نكا هذا فقال أبو ذر وحوير والله بان كل عرطي ما شفيت ماذا شافين لي عنك قليلا أون إذا ماذا بإنن أون كي هي إذا ماذا بإنن ولا قضيت لي حاجة ذنك أن دوني إيماذا سوقلين فهل أنت كاف عيالي عرورت ما يجا كافين إيسا ما يجا سيفلان تاي حتى أنطلق فأنظر في أمري أنا قال نك أتجي أمر كيس زب عن صفيرنا إيه عرورت ما كوبها اللين يا مكاجتك فقال وحجر نعم أي أنا كفلان بر عرورت أنا كوسي هين هي سجتك ولكن كن أهو ولا ترداني وحجر غير كاني قال يجا تجيساي وغير كاني يعني كوسي نفقين يو أنا كفلاني ولكن كن أهو من أهل مكة على حذرك وان كاga digaya marka tagto rasuulkii soo baxay aaway una iska deeyna iska ilaalin ninkaas nin alla ninkii u socdo ama inuu rumeeyo rabo waa la dilay ama dib baa loo geysanaya ay iska ilaalin reeba kaad wiir tazawada Abu Dharr yani wuu sahay qaatay li nafsi waja'ala ma'ahu ma'isa wuxuu yeelay qirbata maa'in sagiira qirbad yar oo biyo ayuu qaatay waa sibraar yar buu biyo ku shubtay watajaha min qadihi biridiba waa dhaqaaqay ila Makkah Makka u jeey qaalinki markii asaga walaalkii go'aanka gaareen habeenkii uu diyaar garoobay sibraarkiisii uu biyo ku shubtay subaxii dambe waa dhaqaaqay yuriidu xaalu doonaya liqaa nabiy sallallahu alayhi wa sallam inuu nabiga la kulmo raba iyo wal wuquuf ala khabarihi bi nafsihi inuu nabiga akhbaartiisa yani dhamaystiran oo asagu soo ogaada naftiisa balaqa Abu Dharr Makkah ayuu tagay wal xaal huwa asagu mutajassis يعني نبي أخبارتي ورادين يخيفة من أهلها يعني وحر رباطي قرسولية يوم أخبارت النبي والربائنه إنه النبي يجيب الربائنه هلا متجسة حالية آية مد يعني إتقرين أيوه يعني هوس أهان يعني ورادين أيوه خيفة عبسي من أهلها أهل كيديبك بقيا فقد تناهد إليه أخبار آية غضبة قريش لآلهتهم فقد تناهد وحاسو قارت إليه أبو ذر أخبار غضبة قريش عرض يدي لآلهتهم إلهيالكود يعريسيهين هي وتنكيلهم يعني تهديدك أي قصة مينيان أما يعني دبك أي أجيسنيان بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد يا تاسا الله شيء تاسا ما كيتلقى لنا يا وعبسنا يا قريش إلهيالكود يعني قرب تهديهين إن الله ننكي محمد راعو إلهيالكود كتاقو ده دب أي أجيسنيان ويدبيا مرحبا تاسا الله شيء وتنكيلهم يعني قوشدوا ضوي أي قبنيان بكل من تحدثه نفسه لن ألا نجي نفسي سوبشها كي تبتبع محمد لذا سلا درتيد بكريها وحون معي أن يسأل أحدا إنه ويدي عن محمد إنه وقفنا النبي سؤاله إلى ورنك لشيء أو إنه إلى هو كبقى بدي لأنه ما كان يدري ما بقرنا أن يكون هذا المسؤول من شيعته أو من عدوه وأوريم مكاد ويقرأ مكة تقاني يعني إن هذا ورثته إلى ورنبي توبة حلو لشيء أول
ninkaa ma ninkii dadkii nabiga raacay oo kugu farxay oo gacanta ku qabanayo kula ordaya miya mise waaba kuwii cadowga ka soo horjeeday oo nabi ah haddaad tidhaahdo inuu ku dilaba halis ah ama kuwii kale cadowgaaba kuu geynay mar haddaana dadkii kale aqoon iska aamusday ilaa adigu aad nabiga arag ay jabtiisii buu dhowraya marxaban liannahu maa kaana muusan ahayn yadrii mid garanaya an yakuunu hada almas-uulu ninkan wax la su-aalayo ee uu wax weydiinayo min shiicatihi nabiga shiicadiisa miyuu ka mid yahay xisbigiisa am min caduwihi mise cadowgiisuu ka mid walamaa aqbala alleylu marka shib buu iska ahaa xaramku buu iska dhex joogaa shib buu iska yahay walamaa aqbala alleylu habeenkii markuu soo qaabil iltajaca fi lmasjid masaajidku iska seexday waa martida magaalada wuxuu ka yaqaana ma jire masaajidku iska seexday famara bihi caliy bnu abi aalib baa soo maray radia allahu canhu facarafa wuxuu aqoonsaday annahu qariibun nin socoto oo qariib oo magaalada dadka aqooni inuu yahay faqaala wuxuu yidhi halumma ilayna ayuha rajulu ninkaanu qariibka ahow inakeen buu yidhi nakeen ay inakeen buu yidhi guriga ii raac aniga famadaa macahu wuu tegey wa baata leylatahu habeenkii buu baryey oo cindahu caliy bnu abi daalib agtiisuu baryey wa fi sabaaxi subxi ayuu xamala qirbatahu sibraarkiisii xumbaartay iyo wa miswadahu ay miswadkiisii waa saahidiisii wa caada ila lmasjidi masaajidkiiba ku laabtay dee xalay haddii lagu martigeliyey saaka meeshii maad ka fadhini maya subxi markuu waagu baryey masaajidkiiba u kalahayde wuu iska tegey duuna an yatacarafa ay marxaban oo masaajidkiibuu u laabtay oo ay wacaada ila lmasjid duuna an yas'ala axadun minhumaa saaxibahu can shay sayid calina muuse su-aalinoo maxaad ahayd iyo xaggeed ka timid ma dhihin asaguna muuse weydiino maadaama habeenkii uu la baryo warnihi arrintaasaan u socday ninkaasaan rabay inaan la kulmay aaway muuse dhihin shib buu yidhi ninkana shib buu ka yidhi kana shib buu ka yidhi dadkii hore yacni xurmadooda waxaa ka mid ahayd baa layidhi dadka ninku markuu martida yahay ilaa uu xoogaa kula joogo oo dee bal uun xoogaa uu cid galo sheekada yani warsiga laguma bilaabi jiro ya nin hadduu maanta kuusoo martiyo marka hore gurigaad ugeynaysahay oo dee waad sooraysahay oo ninkii markii yani uu nafta kadib oo markaa kadib unbaa laga yaabaa inaad warsato ee mar alle markuu soo fariistabo aad raashinka dabka u saarta weli asagoo wax dhadhawi inaad tidhaba haye bal waran waa laga fiican yahay ya horta bal ninku ha nastay u kaadi marka wax warsiga oo muna yeelin sid cali shib buu ka yidhi kana lamuusan hadlin subxi marka waa iska laabtay oo masaajidkiiba ku laabtay uma qadaa abu darin yowmahu haaniya maalinkii labaad oo dhan buu dhammaystay oo masaajidku iska joogay duuna an yatacarafa ila nabiy sal alla alay sl asagoo nabigii garanin weli falamaa amsaa haddana markuu gabalku u dhacay akhada maljacahu min almasjid masaajidkiisuu iska seexday go-iisii buu barkaday famara bihi caliyun baa soo maray haddana radia allahu canhu faqaala lahu wuxuu u yidhi amaa aana lirajuli an yacrifa manzilahu ninkii dadkiisii iyo wixii uu doonayay inuu helo weli muusan gaarin miya ninkii weli waayahay masaajidku weli jiifaayo mogtahay muraadkii uu usoo aaday meesha maka uu usoo aaday weli muusa gaarin miya uma dajacahu macahu habeenkii labaadna yani maciisa ayuu seexiyey oo nakeen buu yidhi nakeen guriga ii raac fabaata cindahu agtiisuu baryay leylatahu haaniya habeenkii labaad walam yas'al muusa su-aalan axadun minhumaa saaxibahu can shay habeenkaa labaadna waxba muusa weydiin sayid cali waxma weydiin asaguna waxma warsan falamaa kaanat ileylatu haalisa habeenkii saddexaad markii la gaaro qaala caliyun wuxuu u yidhi lisaaxibihi alaa tuxaditunii maa ii warrantid oo camaa aqdamaka ilaa maka maka wixii ku keenay maa iiga warrantid ninkii saddex beri buu joogaa magaalada wuxuu ka garta weli waa qariib masaajidku iska jiifa habeen la arkaba sayid cali unbaa ka soo wadaya soo maha marka habeenkaa saddexaad buu yidhi maa iiga warrantay wixii magaaladan ku keenay magaalada dad ka taqaanaba mehe ay faqaala abu darin wuxuu yidhi in acdaytanii haddaad isiiso miisaaqan ballan iyo kalsooni haddaad isiiso an turshidanii inaad i hanuuninayso ilaa maa adlubu waxaan doonayo facaltu waan kuu sheegaya waan yeelaya wixii aan doonaya haddaad igu hanuuninayso arrintayda waan kuu sheegi wa ilaa haddaad ballan hadde waa inaad iga qaada weliba faacdaahu caliyun cali baa ballan siiyey oo maa araada wuxuu doonayay faacdaahu wuu siiyey caliyun maa araada wuxuu doonayo min miisaaqin ballan iyo kalsooni baan ku siinayaa buu yidhi inaana yani muraadkaaga aan ku gaarsiinayo haddaan yani anigu awoodi karo faqaala abu darin wuxuu yidhi laqad qasadtu waan usoo qastay makata mako min amaakina baciidatin meel fog baan oga soo qastay abtaqii anigoo dalbayo liqaa'a nabiyi ljadiid nabigan cusub inaan la kulmo iyo wa samaaca shayin shay inaan dhegaysto oo mimaa yaquulu hadalkiisa fanfarajad waxaa furantay oo asaariiru caliyin radia allaahu canhu sid cali wejigiisibaa farxadde ay sid cali
أسوي مجرنا يد لكن ويمركم وحن أصعد على النبي يبقى أويري سيد علي أدب أفر حيوي أي وقال وحويري والله بان كقارتي إنه لرسول الله حقا من كان لقوش هذي والرسولك إلهي حق وإنه كذا وإنه كذا وإنه يعني وقال التلمان إنه النبي قلت الماما يوم فإذا أصبحنا مركا وابريسنه فاتبعني إصادة وقال حيث ما صرت مال أنا أسكك هركع عياي ورأيت بقى عبسنا ياي ودين كان غريب كأنين وضع إن لو فهموا جيديا مركا أنو هلكا أمان كف حيا ودين قال يا أدو إصاب يرسو إصادة وقالون لا يه فإن رأيت هدان أركض شيء أخاف عليك أن كاغا بقي هدو وحي ظهر رماضو أن كاغا عبصدو وقفت والاستاغية دربك أيان كل حين دين عبان استاغية كأني أريق الماء سيدا أنو بيض دادني معنى هذا سيدا أنيقو كاجة يوي دربك كو كاجة أيان سائس كل حين يا دربك وكوان كو استاغية رواية قار وحكو صارت هاصبان أفورسنة سيدا أنو كبت إذا جاجزني أو مركا أدان الكسوية أدان يعني وحن كاغا عبصدا أن أركوي أن كسوية مركا إصادة بقى العضوي فإن مضيت هدان تقو أن اسكت صعودنا فتبعني يتورع حتى تدخل مدخلي ماشي أنقل إلى هذه الصدى بقر وقولي مركا النبي وكجري دعوة وكوف لنا هي مركا فهي دار أرقم ابن أبي الأرقم الأورنجي عند الصفا هل كاسو مركا النبي كجري أيه وآذية لم يقر لأبي در يعني مصغناني ملجع وحجي فضوال الليلة هبين كيوردن في كيو أول رمي موتى سوء المركا وكوبر ينكوك جينتو نابوير وأنا رسولك إلهي وحقس العالي باكسي بورية وماها هبين كي وابقبئ واي يعني وحرد أبو وكسو دعي ويديو هاي مرحبا يعني طوال الليلة هبين كي يعني وحو أهاي وإذل شوقا وإلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نبي أركتدي تاتوي عشق وآد أجعله إلى استماع شيء معنى دقيتك سوء مما يوحى به إليه نبي وحى الله وحيون يوم وفي صباح الصبح أيوم الله يعني تقي علي بالليثه مرتقي سبو وضيوه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومضى أبو در نواتقي وراءه يقفوها سوى الراعي وهو لا يلوي والحال هو سوى لا يلوي وثم العسنين على شيء هنا مفيرنا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي نبي أقله فقال أبو در وحيري السلام عليك يا رسول الله فقال الرسول وحيري وعليك سلام الله ورحمته وبركاته فكان وحو هذه أبو ذر أولا من حي الرسول رسولك قف كسلامك أبوه صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام سلامة إسلام غنين كل واغنينك أبوه ريبها أبو ذر ثم ساعد ويفافتي وعمد بعد ذلك انت وحي قدم بيعام بين غطوة لسكو سلام جري السلام عليكم أقبل الرسول رسولك وصوق قابل صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر مقابل يدعوه إلى الإسلام سوى إسلام فأويري ويقرأ عليه القرآن كان كد الأغرمي فما لبث من نجان يعني أبو ذر أن أعلن إنه ظاهرية كلمة الحق مركب وحقود واقع كلمة الحق ودخله قليه في الدين الجديد دينك عصبابه قليه قبل أن يبرح مكانه ماشي وساقناه سوى كالزولين فكان وحوء هذا رابع ثلاثة صدح كي أفريبها أسلموا سوء إسلامي أو أمس خامسة أربعة أفر كيش نيبها تدير بابا كسهر مريو ننكي أفراد بوبها أما ننكي سناد بوها إسلام ولنترك الكلام هذا كأن أدين لأبي در ليقص علينا بنفسه إنه ناقص بقية خبر كيسا انت كهرتيوه كيسا انت دمانين واسوه النوشيغا قال وحوير أبو در القفاري أقمت بعد ذلك انت بعد يدوان النقاذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أيان جوبهم كن نقاذي فعلمني الإسلام أبو النبي إبري وأقرأني شيئا من القرآن كوحكم من النبي وإبري ثم قال لي النبي حويري لا تخبر بإسلامك إسلام لماذا لها أشيء أحد في مكة كسوة إنها إسلام تنين قريبها تاي يعني مقالنا إهلك ومجوغي يعني ها أشيء مكة إنها إسلام ترى مكة ها أشيء فإني أنا أخاف عليك وأنك أقبقيا أن يقتلوك إني كدلان فقلت وحان ربويري والذي معبود بان قرأت نفسي بيده كسوة انتهي لا أبرح كالزول ما مكة حتى آتي المسجد إلى المساجد كتغو أو أصرخ عن رواقه بدعوة الحق دعوة حقها بين ظهراني قريش برتن كود إنتان ليس أغان توحيدك كل واقعي فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قوى سقاء مسمر مرة دو سيدا سوجي سيدا وقرأتي شبوا النبي بسغير هيين موصدهم
فجئت المسجد مساجد كبان إمد بويري وقريش والحال قريشنا جلوسنا يفضل هل كيف فديان أضياش قريشات يتحدثون ناس يكوشا كيسانيا فتوسطتهم وانتح استاغي برسا كولان استاغي وناديت وان رواقي بأعلى صوتي يا معشر قريش جماعة ضيو إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توحيد كمان قد رواقي فما كادت ما يستسجن كلماتي كلموين كي تلامسوا إني تامنيت آذان القوم قوم كدقهودي حتى ذعروا إلى أي أرققحين ولا أرققح قليا جميعا ضمانتهم ويذكرنا حين مركي توحيد كي لقلت حساق وهبوا ويبودين من مجالسهم فردقوا بيكسوا ولا كعان وقالوا وحيدا عليكم قبط بهذا الصابي مثل الصابي أهو إيسي ودينتي تكتغي قبط أي لا قبط وقاموا إلي وإيثوا كعين وجعلوا وحي قلقا يضربونني إنا إقراعيا لأموت إنا نفط إنا إقالان ببربام آية فأدركني العباس بن عبد المطلب آيها ليلي عم النبي أذيركيها صلى الله عليه وسلم وأكب علي وإيقوها قوكتيبوري ليحميني منه إنه إذا إلالي نين كان با انتو سو أرضي وإيقوها قوكتيبوري وركتك أيضا أضي ودار الكيسة لمغلا ينووها ثم أقبل عليهم وقابله xaqoodii buu jeestay markay ka istaageen markuu isku hagoogay asagu ayaa laga istaagay markaasuu qaabilay wa qaala wuxuu yidhi weylakum war hoogiine ataqtuluuna madilaysaan buu rajulan nin oo min qifaarin cabaas marka intuuna islaamin bay ahayd weli markaas oo islaamku hor leeyahay ataqtuluuna madilaysaan rajulan oo min qifaarin وممر قوافلكم والحال ممر قوافلكم سفركينا ماشى ومر مكانوا مريدين عليهم هذا أبو ذر الدشان سفركينا سام أسعد ماشى أي مران يعني والريق فارم بيسي مرانه ما أطفال دون ثاني جد جويا إذا كنت عندنا حاجات أسفر دون هي فأغلعوا عني مركز إيجا كلا تجمع مركز سيدا كعبسي أيه مركز إيجا كلا تجمع ولما أفقت مركز سومي يرتدي جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يمد فلما رأى مركو أركي ما بي وحي يقول دعي قال وحو يلي النبي ألم أنهك سوكاما نفي عن إعلان إسلامك لأسا يعني ما كدح ذا يعني إسلامي ماذا هذا كل شيء وأخذ ظاهرين سوكمتي فإليك جلال بانك أقبع إسلامك يلان فقلت وحاني ربي يا رسول الله كانت وحي أهيد ظاهرين تاسا أن توحيدك إسلامي ماذا ظاهري حاجة باهبة أهيد في نفسي إذا كسبني باهي يقصوا وأن مرنا بدين كريم بأهيد فقليتها وان قتيب الباهدة دي وان مركا وحيبا هيد بيري وحوحان أباهنا ونفتي دو أباهنا يد بهيد بنا شاقوي فقال وحوي للنبي الحق بقومك أرض غيرك يعني طلقاءات ودن كاقيات وقوم كاقهلا وخبرهم أشيقوا بما رأيت وحي أدركتي وما سمعت وحي أدمر وادعوهم أير آية إلى الله إلهي أبير لعل الله إلهي وحو حقيقك إياهي أن ينفعهم إنه أنفعي بك أذيك قوة أنفعي ويؤجرك فيهم أذيك أنه أجرك سيني فإذا بلغك مركا يكسوك أرت أني أنه ظهرت إنا ظاهري فتعال إلي مركا أنيئمو مركا مقاسة إسلامك يعني هو ظاهري وحوقيسي مركا أنيئمو قال أبو ذر وحوي فانطلقت وأنتقي حتى أتيت إلى أن تقى منازل قومي قوم كي طلقي ماشي إذا جنايين فلقيني وحي لكل من أخي ولالك أنيسا فقال وحي ما صنعت محا صوت من تبلور قلت وحاني ربوري صنعت وحان سمي أني أنه أسلمت إلى إسلامي وصدقت نبي أن روي فما لبث موسى النجان أن شرح الله صدره لابتي سئل إلهي شرحيه للإسلام وهو قال وحيري ما لي رغبة عن دينك دين هذا أنه وحن عتانا يقوم سغناني أنه من عين فإني أنه قد أسلمت أنا نوان إسلامي وصدقت وان رومي أيضا ثم أتينا وان تقنيه يعني أمنا هو يدها أن نتقني فدعوناها إلى الإسلام ونويرني فقالت وحيت لي ما لي رغبة عن دينكم أنو دينتي من عين وأسلمت أيضا أيضا هو إسلام ومنذ ذلك اليوم اللي قصوا بالله انطلقت ويتكتي الأسرة المؤمنة أسرة المؤمنة هاي يعني مرحبا تدعو أيغو يري إلى الله إلهي في غفار مركا أسرائي وحين نقول قري يعني إسلام أهو يعني قبيل كيف مركا يري إسلام لماذا يري وفي غفار لا تكل أن نوغين عن ذلك ولا تمل منه أن كن نوغين لا تكل أن يعني عجز إنه أن دالين عن ذلك ولا تمل منه أن كن نوغين حتى أسلم إلى أصول إسلام من غفار خلق كثير خلق بضن باكسو إسلام وأقيمت الصلاة فيهم صلاة تحدو ذلك وقال فريق فرقة وحي لادين ومنهم كمنا
قال الرئيق غفار كمدا قبيل كي كمدا وحي لازم نبقى على ديننا أنه دينتا أننا نسكحي سننا حتى إذا قدم الرسول مركو قال المدينة مرأة مركو مدينته يعني أسلمنا إسلامنا فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مركو مدينته أسلموا وإسلاما فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحجر غفار غفر الله لها الله أضافه وأسلمنا سالمها الله النبي قال وقبل له وحيها إن تكسوا إسلامية واحد دباطائية دقالانية ونبقى واحد دقال لقلين واحد دباطائية فرماتنا أنفسهم أي سوء إسلام أقام أبو ذر ونقاده في باديته حتى مضت بدر إلى بدر بعده وأحد بعده والخندق خندق ثم قدم على المدينة وانقطع مركي انت صدم يدع لصومر يكذب أي النبي المدينة أبي مدوى وانقطع وحقوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه النبي كأذن طلب في أن يقوم على خدمته إنه النبي أخذنا يولسعه فأذن له النبي وهو إذنه والنعمة وحو كل نعمة بصحبته النبي صحبته وسعيد وحو كل لان بخدمته وظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رسولك إلهنا وحو هذا يؤثره مد يعني أدوره هاد أدور جري ويكرمه وإكرام جري أبو در نبي وأدور جري يعني هو إكرام جري تجاره ندب إكرام جري فما لقيه موسى كل من مرة إلا سافحه وسلام جري وهش في وجهه وبس مركزته وكهري ماذا نبي وأقص لي وقعنته قلنا مركزه نبي وفرح بكل سلام ياه هاد أجعل أبو ذر وغفار نبي ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبي مركوها لنا بالرفيق العلا ونبي ودنتي لم يضر مؤسا أود أبو ذر صبرا موسى أود على الإقامة في المدينة المنورة مدينة المنورة إنه كنا جاهد مرهب النبي محمد كدنتي وكصب رواية بعد أن خلت مركي كخال النغطي من سيدها سيد كي مركي مدينة كخال النغطي وأقفرت أي عدلودي من هدي مجالسي هنون كيدي بكعدلودي ماشي النبي وفريسن جري مجالسي هنون كهيدا النبي وفريسن جري كوب حنجري مقالة المدينة وكوب حنجري أي مركي كخال النغطي مقالة أي ويدي إنه مقالة المدينة سيجوغ وكصب رواية أبو ذر فرحال وحقرة أبور إلى بادية شام بادية دي وقال وأقام فيها وكنا قاعد مدة خلافة الصديق والفاروق سيد بكر انتو خليفة يعني سيد عمر انتو خليفة يوطن هالكاسام بوسكد قناة بادية رضي الله عنهما وعنه وفي خلافة عثمان بن عفان خلافتي ينزل وحسود في دمشق مقالة دولك الشام مركز بادية وسكد قناة مركز مقالة دمشق أيو سودق فرآه وحو أركي من إقبال المسلمين تقابل الدولة على الدنيا أدوية قابلا هي وانقماسهم في الترف إن يعني دحقلين وانقماسهم دحقلين في الترف راحضوا كترفوها يعني دحقلين ما أبو أركي أذهله وريري ودفعه يعني كبحي إلى الاستنكار إلى استنكار ذلك أرنتا إنه إنكره قارب إنه ضدك يعني وعديه أو أرنتا الدنيا يعني راعين وكذا ودعين ومركك وعديه كو إنكره فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة أفضل ضدك ومركك يذكرين ما لله أركضتك يعني لحظ ليا وشيء مركا نك والوسط دعوة عثمان ونك أبو ذرها تعابي أبو ذرها ولا هي لا يهي بالك سيد عثمان بابرك ويري إلى المدينة مدينة إموبوي فقدم إليها مدينة أي صوغ له لكنه أسوه ما لبث من نجان أن ضاق إنه عرير يميو برغبة الناس يعني في الدنيا ذاتك جعلك الدنيا أي جعليهين أي مركة يعني يحملوا وضاق الناس بشدته عليهم وضاق الناس ذاتكنا وين نعان بشدته أذيقيت عليهم وكو أذيقيهي هي وتنديده بهم يعني ردك وردنيه أو زجرنيه سحوق وردنيه تنديدك وحاوي عيبه دي بقولي بشيء مركز وردنيه فأمره عثمان باوحكو أمر بالانتقال إلى الربدة ميت الربدة اللي هو قرية مدينة حوقاء أجرته أقربه وهي قرية صغيرة مقالة يربي هذا من قرى المدينة مدينة يعني مقالوين كذا يرقى كم تولوين كذا فرحل إليها ربدة بس اللي هذا أررتي وأقام فيها أبو كل قادي بعيدا عن الناس حاله ذاتك يستقف قادي الدنيا دي هي ذاتك وواتقدح بحيو زاهدا حاله يهمتك زاهدا بما في أيديهم ذاتك وحيك عنتك وهيستانوا من عرض الدنيا مالك يدي بدعات يدي وكف قادي وكالزاهد
مستمسكا حاله كل جيهي بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حالة النبي سيء هانجل سيء نورش النبي إيه وساحبه لبدي صاحب ومن إيثار الباقية يعني في باقي أهانية وآخرة دورة على الفانية الدنيا لقد دور سوا نبي الدنيا ميو وحكف لي بورها نودن ذهب على قاعدة دقال هاي مركز الدين يا توما على رأس أيو دقح كل حرني تاسو الدنيا كه أبو بكر الصديق يا عمر الفاروق نساس يا هاي أيقو على الله دل عسن قبا أي أمة خليفة هاي له جامين يوم وحنا كمين فلين الدين له أو كمين فلين مركز أسرع نورش أيضا هاي له نبي وكوجا يساحرين جيس إنه يسكب دلقوا الدنيا تحجل تاسو الدين وكذا هذه الدين دخل عليه الرجل نبأ أصوك ذات مرة مالك فجعل وحوق لقل ننكي يقلب الطرف في بيتي قرقي سيبه أصوك له مركز قرقي سأفر فيرنا يوانكي فلم يجد فيه متاعا قرقي وحلابه وتعالى بمبال سرير ميالا أرماجو يمي علامة تعالى وعنت يالا مال در سوران مال وقرقي كعلا إبرة فقال وحو يري يا أبا در أين متاعكم ألابتين حقيت قيسي يا وهم ألابت حقيت أرتين قرقي وحي هلا بمبال فقال وحو يري أبو در لنا بيت قربا نوسقنا هناك هالكاس قري كلام حق كلنا يعني الآخرة أجيدا سو نرسل إليه صالح متاعنا ألابتي ونكسنا أن هلنا بحق أمبان أسيدرنا ألابتي في عنه هلنا بقرقا أمبان قيتنا ففهم الرجل منك وفهم مراده إنه آخر ألجيد وقال له حؤيري ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار انت الدنيا تكون نوتاي وحونا سنة بحق أسيهر مرتشدي لكن انت الدنيا جوكتنا ألاب والله مارمان يا والله مارمان ألاب أو ألاب فيني يعني الدنيا وجوه انت جوكت دارتنا الدنيا فأجابه وأجيبه وحيري ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه قولي أن أحد كإسكاله يعني لا يتركنا فيه نوغمتك يعني ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه قولي أن هذا أن جوغنو سيجي والدنيا أحد كإسكالها وإلهي نومدين أيوه ونقوى ضيا أمر هدينا لقوى ضيا مع ألابها ديقنن قولي أن بنا الله أقلين وإنا جوغنا بأن الله أقلين معان ألاب كديقنن marka hal waa inaad guriga aakhira qurxisato kan hadu waa ka tagaysaa haddii aad u naasnaasto subaxii dambana qadaadka laga qabta ka war waa yaani khasaaro way waa khasaaro marka kaas xagga ah intii adduunyada aad camirto un bal aakhirana kharibaysaa igu way kharowdo un maxay leeyahay tan aad mashquul ku tahay oo tii kale marka waa faarq ya marka hal raba inaad mid aad u camirto midana aad isu raacinin way وبعث إليه أمير الشام شام مدحنك أمير كذا مدحنا وهو أصدر ب300 دينار صدح بقوله دينار بأسده وقال له حويري استعن بها على قضاء حاجتك كوكال ما يصبر صدح لا بقول تنهار فردها إليه وكعلي وقال وحويري أما وجد ميوسن هلن أمير الشام شام منك مدحتكاها عبدا أدون لله إلهي أصغنا له أهون عليهم مني قف أنيق إيجن نقول ميواي محانا يقصدون وعلى قفك لها سيئو أنا ونين استفي عن باني معان قضاء لازم له تذكر نصيحة أقول فكر سنوه وفي السنة 32 صدن إلى الله مركي هجرة أهيد لآي للهجرة سنة صدن إلى الله هجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد استأثرت يد المنون جيريدة قعنت يدي ويدورة بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقلت القبراء أرض ميتا كرييل ولا أظلت الخضراء ثمن ميتا هرين من رجل من أصدق كرم بدن من أبو در من كرم بدن أرضنا ميتا كرييل وميتا حنبار ثمن ميتا هرين أحد كي النبي أيري سندي صدن إلى الله هجرة مركي هاي أي جيرد قبطي والله تكتب رضي الله عن أبي در يا أصحابه